السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة البرسيل الجل، حاجة كده موفرة وتحفة في البيت. عايزة تستعمليها للغسالات العادية تمام، عايزة تستعمليها للغسالات الاوتوماتيك تمام برضو. يا بنات احنا في الفترة دي لازم نفكر ونوفر وندبر علشان نقدر نمشي حياتنا. اتمنى منك يا قمر لو انت بتتفرجي عليا وانت مش مشتركة في القناة، يا ريت تنوريني باشتراكك فضلا وليس امرا، وفعلي لي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد، وحطي لي لايك. نسمي الله كده ونبدأ على بركة الله. اول حاجة يا بنات، النهاردة احنا هنشتغل بالصابونة البلدي. عايزة تعمليها انت في البيت تمام، طبعا بتبقى جودتها اعلى بكثير. مش عايزة تعمليها في البيت بتشتريها من اي محل منظفات. لو عايزة تعرفي طريقة عمايلها، عندي على القناة عاملاها معاكم كذا مرة. تمام، بنبشرها. طبعا الكمية انت اللي بتتحكمي فيها، وبننزل عليها بمية مغلية. يا بنات ما نخليش المية تغلي ان هي تقلب معانا، لا، يا دوبك اول ما تبدأ في مرحلة الغليان بنقفل عليها على طول. هنقلب بقى. عايزة اقول لكم والله يا بنات ما بتحتاجش تقليب كتير طالما الصابونة جودتها كويسة. وما شاء الله تبارك الله على الشفافية اللي هنشوفها دلوقتي في الصابون. بجد والله العظيم يعني الحاجة في البيت بتبقى حلوة جدا جدا جدا. طبعا انت بتفضلي تقلبي لحد ما تتأكدي ان خلاص كل الجزيئات بتاعة الصابونة دابت تماما، يعني هي كده لسه ما دابتش وهتبقى تقيلة معايا جدا. ففي الوقت ده برضو انا بغلي مية تانية، وهفضل بقى ازودها شوية بشوية لحد ما احس ان القوام بتاعي تمام. بصوا يا بنات كده خلاص هي دابت معايا كويس جدا. لو انتي حاسة ان انتي مش هتقدري تعرفي تدوبيها، مع انه والله هي سهلة جدا، ممكن تحطيها في حلة بس تكون ستانلس، وحطيها على البوتاجاز. اول ما هيبدأ تغلي معاكي كده هتلاقي الجزيئات بتاعت الصابونة دي اتفتتت ودابت تماما. نمشي مع بعض بقى واحدة واحدة. نشكر الله كده يا بنات واحنا شغالين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، يا أفضل الصلاة والسلام. برضو يا بنات تقل البرسيل انت اللي بتقدري تتحكمي فيه، بس مبدئيا في البداية كده ما تحطيش مية كتير، لان احنا هنحط اضافات في مية تاني وهننزل بيها فهيخف معانا. تعالوا بقى. بصوا انتي لو هتعملي الغسالات العادية او هتغسلي بيه على ايدك او الفوق اوتوماتيك، استعملي مسحوق عادي. لكن لو هتستعمليها للغسالات الاوتوماتيك اللي هي بابها من قدام، لازم تستعملي مسحوق اوتوماتيك. ده يا بنات مسحوق اوتوماتيك ما بيعملش رغوة عالية، لان هو طبعا في مادة مانعة للرغوة. انا هنزل بكوباية كده مليانة وهدوبها كويس جدا في المية. عايزة اقولكم فعلا بقى يعني بيدوب بصعوبة، مش هقولكم ان هو يعني بيدوب بسرعة، لا، المسحوق الاوتوماتيك بيدوب بصعوبة في المية جدا. هنفضل نقلب شوية كده وبعد كده هننزل ببقية الاضافات بتاعتنا. احاول بس اتأكد ان هو داب معايا ما يبقاش مترصب تحت. هننزل بقى شوية بشوية علشان ما يفصلش مننا. بصوا ما شاء الله تبارك الله، يعني والله انا كنت نفسي اسيب بقى الصابون على كده، بس مش هيبقى برسيل بقى يا بنات، فاهميني؟ ننزل كده بقى شوية بشوية مع التقليب، يعني ايد بتنزل وايد بتقلب عشان البرسيل ما يفصلش منك. ما شاء الله تبارك الله. نقلب بقى كده كويس.
بصوا يا بنات، انا ما حبيتش اسرع لكم المقاطع قوي عشان في تفاصيل كده بتروح مننا واحنا بنتكلم. بوريكم يا بنات ان احنا نحاول ننزل كل الجزيئات اللي بتبقى موجودة في البرسيل او المسحوق البودر اللي احنا حطيناه. وطبعا يا بنات ما ننساش ان احنا عاملين مقاطعة، ما نجيبش الانواع اللي هي مقاطعة. بصوا بقى دلوقتي يا بنات اتحول تماما وبقى سايل جدا وخفيف جدا، ما تقلقيش خالص، دي حاجة طبيعية. هو شوية كده هيربط معاكي تاني وهيمسك معاكي تاني. ولسه طبعا بقية الاضافات. هنيجي هنا بقى يا بنات بشوية مية اقل من الرتر اصلا، وهننزل عليها بمعلقة كبيرة ملح. الملح يا بنات بيدي لزوجة حلوة جدا للمنظف اللي احنا بنعمله. وهننزل بمعلقتين كربوناتو. طبعا الكربوناتو سحر في المنظفات عموما، بتفور اي حاجة وبتنظف كل حاجة. ودول يا بنات معلقتين زهرة بيضاء، برضو استعمالاتها حلوة جدا 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 في المنظفات، بتفورلك اي بقعة. ندوب بس كل الكلام ده كويس جدا. تمام كده. هننزل برضو عليه بالصابون بتاعنا او البرسيل، واحدة واحدة كده برضو واحنا بنقلب. كده خلاص يا بنات، هيبقى فاضل معانا اخر مكونين برضو هيزودوا قوي من جودة البرسيل بتاعنا. انا مش هقدر يا بنات اقولكوا على كمية السوائل علشان على حسب الصابونة اللي هتشتغلي بيها. طبعا لما بتبقى كمية كبيرة بتكتري. هنحط يا بنات كوباية بريل او سائل اطباق، منظف اطباق. ده يا بنات اللي احنا كنا عاملينه مع بعض اخر مرة لو تفتكروا. مش هيأثر خالص على الغسالة الاوتوماتيك، لان الكوباية في وسط الكمية اللي انا عاملاها دي مش هتبان اصلا، وبرضو مش هيعمل رغوة. وهننزل بقى بكوباية كرول. برضو يا بنات الكرول بنعمله سوا مع بعض. لو حضرتك جديدة معانا وعايزة تعرفي الوصفة، دوري في القناة وهتلاقي الوصفات دي كلها تحت امر حضرتك. تعالوا بقى، التركية دي يا بنات بتفرق جدا في النظافة، بس حذاري حذاري كتري منها. بتجيبي اي اكسجين سواء مية او بلسم وتحطي منه معلقة او معلقتين وتقلبي كويس جدا، بيفور. بصوا يعني اصعب البقع بجد والله العظيم، كأنك بقى حطيتي بوتاص والكلام ده كله. بوريكي شكله دلوقتي وافتكري شكله اول الفيديو واخر الفيديو كان عامل ازاي. بصوا يا بنات، اللون دوت انا حطيت سنة لون احمر عشان يبقى لونه كده وردي كده فاتح. ممكن تستغني عن اللون خالص بجد. الوصفة حلوة جدا، موفرة جدا. هتعرفي بجد فرقه ما بينه وما بين اللي بتشتريه من بره لما تجربيه بإذن الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بدعوة حلوة، ما تنسونيش بلايك وكومنت قمر منك يا قمر، يشجعني ويحفزني علشان اصور لكم كل جديد بإذن الله. هتوحشوني يا قمرات لحد الفيديو الجاي. مع الف سلامة، باي باي.